السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وأحسن حال يا رب العالمين. والنهاردة بقى إن شاء الله جاي لكم بيوم جديد وروتين جديد. حطوا بالك الفيديو، عايزين الفيديو بتاع النهاردة يوصل لأكبر عدد من اللايكات. أما بقى لو انتوا أول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوا يومياتي كلها أول بأول، هتنزلوا حالا تحت الفيديو كلمة اشتراك هتضغطوا عليها. طبعا تبقوا أخت من إخواتي وكمان عيلتي هتكبر وتنور بيك يا ست الكل. وأهم حاجة ما تنسيش بقى تفعلي جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك إشعار بكل جديد أنا بنزله. وطبعا بقى هستنى الكومنتات بتاعتكم الحلوة اللي بتسعدني، ان شاء الله تكون وردية حلوة منكم. يعني حتى لو وردية بتسعدني وبتفرحني جدا جدا. ويلا بقى بينا على طول نبدأ الفيديو بتاعنا. عايزة لكم النهاردة معانا روتين لكل ست بيت مصرية وكل ست بيت عربية بتحتار وتحتاس في اليوم ده. بصوا عامة يعني كل الستات اللي في الدنيا يعني بصوا بيشيلوا هم اليوم اللي بقى يطلعوا فيه الهدوم او الملابس اللي هي الصيفي، ويرصوا بقى اللي هو الايه الشتوي في الدولاب وكده. بس بقى انا النهارده كنت بعمل حبة تعديلات بسيطة جدا في الدولاب، عشان خاطر كان عندي الدولاب صراحة كان عايز يتظبط كده، وكان عايز اللي هو ايه يتعمل فيه شوية تعديلات يعني عشان اقدر ان انا ارتب الهدوم فيه وكده. انا كنت عاملة التعديلات دي في اللي هو الدولاب الكبير، لان انا لسه جايبة هدوم ولادي من الدولاب الكبير، يعني ما بقالوش سنتين. فطبعا كان عندي بقى الدولاب زي ما انتم شايفين هو رف من فوق وبعدين وتحته كده شماعة، وهنا برضو في الضرفة اللي هنا كان نفس الموضوع يعني. المهم بقى عندي نيش فوق الدولاب، والأرفف بتاعته بقى يعني ايه وفوق الدولاب مش بستخدمه يعني ملموم، ففي أرفف بقى جت على قد الدولاب زي ما انتم شايفين. فجبنا بقى ايه اللي هو النجار ظبط لنا كده الدنيا وحط لنا يعني ركب لنا الايه الأرفف كده في قلب الدولاب زي ما انتم شايفين، بحيث برضو ان انا اقدر استفاد بمكان او بمساحة اكتر في الدولاب وكده. عشان خاطر يعني ببقى ارص الهدوم كده فوق بعضها، فنيجي بقى نشد يعني اجي مثلا اطلع ترنج او اي حاجة، فبتلاقي الدنيا كلها بتتبهدل واقعد اساوي كده. فطبعا قلت بقى ايه استفاد من الرفوف بتاعه النيش احطها في الدولاب، بحيث برضو ان يبقى معايا مساحه. وطول ما الدولاب فيه ارفف كده فبتقدري ان انت تظبطي الدنيا براحتك. خلاص هو بقى حاليا هو كان الاول زي ما قلت لكم رف فوق والشماعه تحته على طول، وهنا برضو الضرفه التانية يعني الضرفتين كانوا نفس النظام يعني. طبعا حاطه في الارفف زي ما انتم شايفين اللي هناك، حاطه فيها اللي هي الاطقم بتاعه السراير، وهنا حاطه اللي هو ايه الفوط زي ما انتم شايفين كده. وكمان كنت باحط هنا بقى اللي هو الإيه، التكاوي بتاعة التكاوي يعني بتاعة السراير، لإن عندي تكاوي كتيرة جدًا، جدًا زي ما أنتم شايفين كده غير اللي أنا مستخدماهم، وكمان غير اللي في الدولاب اللي هناك. الدولاب هنا كان فيه اللي هو زي ما أنتم شايفين المفارش بتاعة السراير، وكمان اللي هم الفوط اللهم صل على النبي، وكمان كان عندي لحافين وحبة حاجات كده يعني في الدولاب كانوا زاحمين لي الدنيا. فطبعًا لمّا حبيت بقى أجيب هدوم ولادي هنا يعني، فخلاص بقى الأمور عايزة تتضبط، فزي ما أنتم شايفين عملت بقى في الضرفة اللي هناك حطيت فيها كده 3 أرفف، وكان فيها رف يبقى كده بقت 4 أرفف يعني. وهنا بقى سِبت الرف اللي فوق زي ما هو، وعملت الشماعة تحته على طول، وبعدين عملت رف كده يفصل بين الهدوم أو بين الشماعة يعني أو بين الهدوم اللي أنا هاعلقها. وتحت خالص هاستفاد برضه إن أنا أحط برضه يعني كام تكوى كده على كام مخدة، عشان خاطر يعني الدولاب هناك مش هياخد كل التكاوي دي، فاهمين؟ لأن برضه ما شاء الله يا دوب الدولاب هناك على قدنا. وكمان اشتلت من هنا اللي هم الكوفرتيات، وكمان اللي هم الدفايات وكده حطيتهم هناك، لأن زي ما قلت لكم كان هنا الدولاب ده كان عبارة عن اللي هو بتاع بقى دفايات، كنت رصة فيه الدفايات وكوفرتيات اللي هم المصري وكوفرتات اللي هم الفايبر، والفوط زي ما انتم شايفين الأطقم بتاعة السراير فكده يعني. فالدولاب طبعا هناك مش هيشيل ده كله، هاحط بقى هنا كام مخدة كده، واللي هيتبقى برضه يعني هاحاول كده إن أنا أضبّطه معانا في الدولاب اللي هناك يعني، تمام. فزي ما أنتم شايفين بُصّوا أنا عايزة كل اللي بتتفرّج على الفيديو ماشي، تتشجّع كده وتقوم بقى ما تكسّلش والنهارده بُكرة وهنطلّع الهدوم النهارده، لأ هنطلّعها بُكرة، لأ كده قومي اتنشّطي كده وتشجّعي يا ست الكل وطلّعي بقى إيه الهدوم الصيفي عينيها، وطلّعي بقى الشتوي وابدئي رُصّيه وكده. بُصّوا أنا عشان بقى خاطر برضه إن أنا ما أطوّلش عليكم الفيديو، اشتلت بقى الهدوم الصيفي كلّها، كلّها عينتها، وبعدين كنت قاعدة بقى في الأوضة التانية فاهمين، طلّعت بقى الهدوم الشتوي اللي كانت تحت السرير، قعدت بقى إيه أفرزهم بقى. أطلّع اللي هم الولاد هيلبسوه، واللي مش محتاجينه أعينه، واللي مش يعني اللي الولاد مش محتاجينه وهييجي مثلًا على قد هاستفاد منه بعد كده يعني هاعينه، ولكن اللي مش محتاجاه خالص يعني وخلاص مثلًا صِغِر عليهم أو كده، فيعني هيروح لأصحاب نصيبه إن شاء الله.
تمام. بس عايزة بقى أقول لِك حاجة أو نقطة كده يا ست الكل يعني إيه، لكل مثلًا واحدة أو كل بنوتة لسه متجوزة جديد أو لسه مثلًا جايبة بيبي أول مرّة. بُصّي، يعني هدوم البيبي دي ما تتصرّفيش فيها على طول، لأ أنتِ مثلًا يعني هو ربنا لسه رازقِك بأول مولود، فعيني هدومه أو عيني هدومها لبعد كده، تستفادي منها، ليه بقى؟ لإن أنتِ مثلًا يعني الواحدة بتبدأ تتصرّف في الهدوم اللي عندها لو خلاص يعني الحمد لله ربنا مَنّ عليها وكرمها وخلاص بقى الحمد لله، فبتبدأ إن هي أي حاجة بتصغر بتبدأ إن هي تتصرّف فيها، ولكن أنتِ لسه معاكِ أول بيبي، فطبعًا يعني هتجيبي كمان بيبي وكده، فاهمة؟ فتعيني بقى الهدوم دي تنفعِك بعد كده، لأخوه أو لأخته بعد كده يعني، تمام؟ فطبعًا لو ربنا كرمِك ببنوتة وأنتِ مثلًا عندِك يعني ربنا مثلًا كان رازقِك آآ بنونو كده ولد، فإيه، فابدئي اتصرّفي في الهدوم خلاص لمن جالِك بنوتة، ففي بعض حاجات برضه بتنفع، تمام؟ واللي مش هينفع عندِك برضه اتصرّفي فيه وطلّعيه كده لله، فبرضه يعني هينوبِك ثواب أولًا، وثانيًا بدل ما يكركب لِك ويزحم لِك الدنيا. خلاص أنا أول طبعًا بيبقى عندي فما اتصرّفتش في الهدوم، فقُلت ممكن بعد كده هتنفعني، فعشان كده ما اتصرّفتش فيها على طول، يعني عشان الحاجة اللي بتشتريها النهارده ب20 أو ب10 بعد كده بتبقى ب200 وبتبقى أغلى كمان. تمام، يا رب يعني تكون وجهة النظر واصلاكِ وكده. يعني أنا باعمل كده، أنا مش ضروري إن أنا مثلًا أشتري كل سنة، يعني أنا باجيب بس اللي هو إيه، الاحتياجات اللي أنا محتاجاها. وعايزة أقول لكم بقى إن هدوم الشتوي بتبقى بسم الله ما شاء الله كتيرة جدًا، 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 بلوى كده. ولكن بقى الهدوم الصيفي بيبقوا كده يعني إيه، شوية غلابة كده، يعني الشنطة اللي أنا مخرّجة منها الشتوي دي، عايزة أقول لكم الصيف اللي أنا حطيته فيها مش باين في الأرضية على فكرة. بس أنا بقى اللي لمّيت حبّة حاجات من الدولاب التاني على حبّة حاجات كده وحطيتهم في الشنطة، قُلت يعني إيه، هتبقى الشنطة مليانة بدل ما أحطها كده يعني فاضية تحت السير وكده، تمام؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقى زي ما أنتم شايفين رصيت بقى الإيه، آآ حطيت الحاجات في الشماعات اللي هي عايزة تتعلق، ركبتها كده في الشماعات، وبعدين علقتهم زي ما أنتم شايفين بنظام كده، تمام. أنا بالنسبة ليّا باحب أعلق اللي هُم الإيه، الترنجات أو الجواكت، سويتشيرتات، الحاجات دي بتبقى تقيلة جدًا، وكمان تيجي تطبقيها فمبيبقاش منظرها حلو يعني، وكمان بتاخد مكان كبير جدًا في التطبيق في الدولاب يعني، وكمان بتبقى ترتيبها إن أنتِ تعلقيها بيبقى أحسن، وكمان بيبقى أشيك بكتير. فبابدأ إن أنا أعلّق الحاجات دي كلّها على شماعات، عايزة أقول لكم لسه عندي حاجات كتير عايزة تتعلّق، بس بُصّوا أنتم شُفتوني خرجت كده بعيد، قعدت أدوّر يعني على الشماعات، عندي شماعات كتيرة جدًا، جدًا، بس تايهة عني لإن أنا قالبة ال الأوضة التانية برضه، يعني الغرفة التانية مقلوبة، إن شاء الله بإذن الله الفيديو اللي هينزل لكم بعد ده بُصّوا فيديو كده مفاجأة، والله العظيم مفاجأة، بس مش عايزة بقى إيه أحرق المفاجأة وكده، خلّينا كده ماشيين واحدة، واحدة، تمام؟ الدنيا برضه هناك متكركبة وكده، فبرضه رُحت هناك ما لقيتهمش، فهُم بقى تايهين عن بالي، فقُلت خلاص يعني هاطبّق اللي هاطبّقه، واللي عايز يتعلّق أبقى أعلّقه بعدين ما فيش مشكلة. بس أنا باقول لكم يعني أنا باعلّق الترنجات واللي هُم الجواكت اللي بتبقى تقيلة، كل حاجة تقيلة يعني بابدأ إن أنا أعلّقها، تمام. هنا طبعًا بع أطبّق بقى اللي هُم الهدوم الداخلية، لإن أنا عاملة درجين من تحت خالص، يعني آخر تقفيلة في الضرفة بتاعة الدولاب عندي فيها درجين، فهاعمل بقى إيه، أحُط فيهم يعني هاعمل واحد للهدوم الداخلية، وكمان بقى اللي هي بتبقى الدفايات اللي تحت الهدوم وكده، تمام، هاعمل لها درج. و واللهم صل على النبي، وبقية اللي هُم الملابس هاحطها في الرف، تمام. بس بابدأ بقى إن أنا إيه، أحط الهدوم بانتظام، يعني مثلًا بنظام يعني أحط مثلًا في أول رف حاجة معيّنة، في تاني رف حاجة معيّنة وكده، أو باعمل لكل واحد رف يعني، تمام، عشان الحاجة برضه ما تبقاش متلخبطة على بعضها وكده، وأبقى فحوسة مش عارفة إيه ده وإيه ده، فما باحبش كده بصراحة. وده اللي كان معقّدني أساسًا، كنت كل ما آجي أجيب مثلًا طقم أو أجيب ترنج أو أجيب غيار يعني، بُصّوا الدنيا كلّها بتتقلب على بعضها، وأقعد بقى أستف وأرتّب تاني وكده، تمام. ولكن بصراحة الأرفف حلوة جدًا، جدًا في الدولاب، وبتنظّم لِك المكان، وبتدّي لِك كده مساحة أوسع، وكمان يعني حلاوتها بقى في إن أنتِ عارفة أنتِ حاطة إيه هنا وحاطة إيه هنا، يعني البناطيل مثلًا بتبقى على بعضها، الدفّات مثلًا بتبقى تحت الملابس تبقى محطوطة في مكان لوحدها، وهكذا يعني. أنا طبعًا اللي هُم إيه، طبّقت اللي هُم الدفّايات وحطيتهم كده على بعض برضه هاحطهم في الدرج جنب الهدوم الداخلية. بابدأ بقى بُصّوا أرتّب لكل واحد كده الهدوم بتاعته في جنب لوحده، عشان خاطر يعني كل واحد يبقى عارف هدومه فين، وأنا برضه لمّا آجي أجيب الهدوم يكون بقى يعني إيه، عارفة مكانهم.
وكمان أنا دلوقتي باعوّدهم كل واحد إيه يطلّع الهدوم لنفسه وكده، فعايزاهم برضه يعني ما نبقاش متلخبطين، كل حاجة تبقى قدّام عينيهم بحيث اللي هيشد مثلًا بنطلون يبقى عارف مكان البنطلون وكده، تمام؟ وحلو أوي إن أنتِ تعلّمي ولادِك إن هُم يعني إيه يشتروا مسؤولياتهم حتى لو في حاجة بسيطة، عشان بس يكبروا وياخدوا على كده، يعني يعرفوا إن مثلًا ده حاجتهم يعملوها بإيدهم وكده، تمام؟ هي حتى لو حاجة بسيطة فهي واحدة واحدة برضه هيتعلموا. تمام، فأنا بقى هابدأ بقى إن أنا أطبّق بقى الهدوم، بُصّوا أنا قاعدة أجيب الهدوم من هنا شوية، أحطها هنا شوية، أصل كل حاجة متلخبطة وكل حاجة متكركبة على بعضها، طبعًا الهدوم دي كلّها كنت مطبّقاها وعايناها في شنطة كبيرة اللي هي بتاعة خزين الملابس يعني، اللي هي بتاع الشنطة بتاعة البطاطين يعني، تمام، باخزّن فيها الهدوم وكده، تمام، فكانوا بقى متطبّقين وكانوا بُصّوا الدنيا ماشية تمام وزي الفل، بس أنا طبعًا لمّا قعدت بقى وفرِشت بقى في السوق وبدأت بقى إن أنا أشتري الهدوم دي من هنا وأحطها هنا، فالدنيا اتقلبت معايا زي ما أنتم شايفين، فقُلت خلاص كده، كده أنا هادخل أطبّقهم جوّه، يعني ما كنتش عايناهم يعني متبهدلين كده، لإن أنتِ لو عينتِ الهدوم مثلًا مش متطبّقة، فبتيجي تطلّعيها تاني سَنة أو تيجي تطلّعيها بعدين يعني، فبتلاقيها بقى إيه متكركبة وكده، وكمان في هدوم طلّعتها عشان تتغسل حطيتها في الغسيل، فكده يعني. هابدأ بقى إن أنا إيه، أطبّق شوية وأقعد شوية بُصّوا، أنا عايزة أخلص بالهدوم دي بُصّوا، عايزة أخلص بأي طريقة، لإن كده خلاص زي ما أنتم شايفين ضبّطنا الأوضة وكمان غيّرنا النظام بتاعها وفرشتها لهم، قُلت بقى إيه، أطبّق لهم هدومهم عشان تبقى كده خلاص أنا عملت لهم كل حاجة تكون مريّحاهم يعني، لإن أنا دايمًا باقول لكم إن أهم أولويات حياتي أو من مهامي اللي أنا باحب تكون ليها أولويات هم ولادي، يعني أنا باشوفهم هم الأول محتاجين إيه وبعدين أدوّر على نفسي وهكذا يعني على باباهم وبعدين على نفسي بقى في الآخر خالص. بُصّوا ده مش تقصير مني إن أنا باكون مقصّرة في حق نفسي وناسية نفسي لأ، مش بيبقى كده، هو دايمًا الأم بتبقى عليها الحَمَل شوية في كل حاجة. ولكن طبعًا لأ، أنا الحمد لله بادّي لنفسي وقت إن أنا أكون مرتاحة فيه، أرتاح فيه شوية، أفكّر في نفسي برضه، ما أكونش برضه مأهملة في نفسي وكده، لأ ما باحبش كده طبعًا، أنا باحب إن أنا أنظّم كل حاجة، بس أنا باسيب نفسي للآخر عشان يعني أنا باشوف إن دي بتبقى أولويات، هي مش مسألة إن أنتِ بتأهملي في نفسِك وكده، هي بتبقى بس أولويات مش أكتر من كده، تمام؟ فقُلت بقى إيه، أخلص بقى من الإيه، من الغرفة بتاعتهم خالص، ويكون برضه راصة لهم كده أو مضبّطة لهم هدومهم في الدولاب ومنظّماها، بحيث يكون بقى خلاص الغرفة هنا واحتياجات ولادي كلّها موجودة تحت إيديهم أو قدّام عينيّا يعني، فخلاص بقى كده تبقى كل حاجة بعد كده بسيطة، بس عايزة أقول لكم قسمًا بالله اللي جاي كلّه بُصّوا مشقة هيبقى كده يعني مدعكة، مدعكة زي ما بنقول، بس الحمد لله المهم برضه يعني يكونوا ولادي مرتاحين، مش هنتكلم في تفاصيل كتير عشان برضه ما نحرقش الإيه، المفاجآت والروتينات اللي جاية كلّها، بس أنا باقول لكم هي هتبقى مدعكة يعني، أو زي ما بنقول كده يعني الواحدة ما هياش لاحقة تشم نفسها. فالحمد لله رب العالمين على كل اللي يجيبه ربنا. بُصّوا يعني هي أساسًا هي ساعدتنا في كده، في إن إحنا نبقى مريّحين ولادنا أو نشتغل مسؤولياتنا، وكمان أنا باحب أشغِل نفسي بنفسي، ما باحبش أشغِل نفسي بأي حد حواليّا خالص، يعني أي حد مثلًا لا جارتي بقى ولا سلفتي ولا اللي فوقي ولا اللي تحتي، ما باحبش كده أبدًا، أنا يا دوب أفكّر في ولادي وفي نفسي وفي بيتي وفي مسؤولياتي، أجدد، أنظّم، أرتّب، أقوم أشوف يوم عاوز منّي إيه، ابني مثلًا طلب منّي محشي أقوم أعمله له، ابني طلب منّي مثلًا اللهم صل على النبي، صينية كيكة أعملها له، ما باشغلش نفسي بحد، أنا يا دوب أشغل نفسي بنفسي ويا دوب أخلّص يومي على قدّي، يعني الواحد أساسًا لو قام الصبح اللي هو نظّم يومه بما يرضي الله، يعني أنتِ هتدّي لنفسِك وقت إن أنتِ تستغفري ربنا شوية، تقرأي مثلًا أذكار الصباح والمساء، عاملة لِك مثلًا كده وِرد يومي بتقرأي فيه، بتصلّي صلاتِك في ميعادها، ابنِك عاوز منِّك حاجة بتعمليها له، بتستغفري ربنا شوية، بتفكّري مثلًا في نَفْسِك شوية، تعملي لِك كوباية قهوة، تقعدي كده تستجمي شوية فاهمين؟ ف مثلًا زوجِك مثلًا طلب منِّك حاجة تعمليها له هتعمليها له، فباشغِل نَفْسي بنَفْسي. وكمان أنا باحب يعني إيه، أجدِّد، أغيّر، حاسة إن نَفْسي هاتشغِل بحاجة كده بعيدة عن ربنا أو إن أنا مثلًا يعني بعيد عن حياتي عامةً، باقوم بُصّوا أقلب أي أوضة، أي غرفة، إن شاء الله أشتري إن شاء الله أشتري الفرش بتاعها أغسله وأركب لها كده فرش جديد، برضه بيدّيني كده power واستعيد كده طاقتي، وما ادّيش لنفسي مجال خالص إن إيه، إن أنا أفكّر في حد أو في أمور حد يعني عامةً، لإن ده أساسًا طبعه مش كويس، وكمان أنا اتعودت على كده، ما باحبش أشغِل نفسي بأي حاجة خالص نهائي يعني، مش بأي حاجة، بأي حد عامةً.
المهم بقى خلّصت بقى الإيه وقفت بقى كده شوية، فهبطت قُلت أمّا آخُدهم بقيتهم بقى وأقعد إيه أرتّبهم كده، لإن الهدوم كانت كتيرة جدًا، جدًا، وعارفين بقى إن تطبيق الهدوم الشتوي خاصةً يعني الشتوي إيه، بيبهدل شوية. تمام، خلاص بقى قعدت كده طبّقتهم، أشيلهم بقى كده إيه، أحطهم بقى إيه، يعني أرتّب بقى كل حاجة مكانها. بُصّوا أنا عاملة الفيديو بتاع النهارده عشان عايزة كل سِت كده، كل أم، كل أخت، كل بنوتة كده حابة مثلًا ترتّب كده الدولاب بتاعها لنفسها كده وتريّح مامتها وكسلانة، فإيه تقوم كده تتنشّط وتتشجّع، وزي ما قُلت لكم طبعًا الروتين النهارده عقدة كل ستات الدنيا كلّها. بنشتيل هَم اليوم ده بصراحة، هدوم إن إحنا نعين الصيفي ونطلّع الشتوي، لكن بقى يا فرحتنا لمّا نيجي بقى نعين الشتوي ونطلّع الصيفي، بشوية كده صغيّرين، وكمان بقى ما تنسيش بقى إن أنتِ تشتري الهدوم كده بتطبيقتها تحطّها في الإيه، في الشنطة وخلاص يعني. تمام، فهنا بقى خلاص كنت هنا والله العظيم اتبسطت إن أنا أنجزت وعملت أي حاجة، وخلصت بقى من الغرفة هنا كل حاجة وشايفين ما شاء الله عندي اللي هُم كنت مبسوطة جدًا، جدًا بالإيه، بالأرفف الجديدة إن هي نظّمت لي الدنيا، شايفين بقى لا بهدلة ولا كركبة ولا الكلام ده كله، بس إن شاء الله بإذن الله يعني في درج برضه حاطة لهم فيه اللي هو الإيه، الشرابات بتاعتهم عشان يبقى برضه معروف إن الشرابات هنا وهكذا يعني. تبقى الأوضة بتاعتهم أو الغرفة بتاعتهم يعني كل خصوصياتها موجودة فيها. شايفين بقى الترتيب والنظام كل حاجة حلوة إزاي، وكمان أنا في حتة اللي هو الدولاب بيبقى فيه أرفف ده، فبيبقى حلو أوي، والله العظيم أنا مع الحتة دي جدًا، جدًا، لإن الشماعة برضه يعني ممكن تبقى ضرفة مثلًا فيها شماعة ورفة زي ما إحنا عملنا دلوقتي، والضرفة التانية يبقى فيها أرفف كتير عشان خاطر بعد كده تقدروا تستفادوا من الدولاب يعني إيه بمساحة أكبر، وإن أنتِ تقدري ترتبي وكده. وكمان بقى اللي هُم البناطيل الجينز طبّقتهم لحد بس إيه ما أجيب لهم برضه الشماعة بتاعتهم وكده، بس بصراحة يعني البناطيل بتاعة الولاد باحبها تكون يعني إيه، تكون متطبّقة لإن هي مش كبيرة وكده، ولكن بقى اللي هُم بناطيل أحمد أو اللي هو بناطيل أبو خالد يعني باحب اللي هو إيه تتعلّق وساعات والله باحب أطبّقها، يعني على حسب يعني شوية كده وشوية كده. طبعًا دي الأدراج اللي قُلت لكم عليها، حطيت فيها اللي هي الإيه، الدفايات، الهدوم مثلًا بتبقى تحت الترنج على طول أو تحت الهدوم اللي فوق يعني، زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا ده كان شكل الدولاب طبعًا بعد إيه، بعد ما رتّبته. بُصّوا هو يعني أنا حاسة إن الأطقم بتاعة السرير عايزة تتضبّط شوية، ولكن يعني إيه، أنا على قد ما أقدر بامِد إيدي في إيه، في كل حاجة وكده. طبعًا هي دي كانت جولة بقى سريعة بعد إيه، بعد ما رتّبت، وهنا طبعًا حطّيت كام مخدة كده، حطّيت المخدتين الطوال وكمان 4 تكاوي اللي هُم بتوع الأطقم الزينة، والباقي بقى ده كلّه هاودّيه في الدولاب اللي هناك، بس طبعًا مش يومه بقى، في وقت تاني يعني. أنا بس قُلت كده أورّيكم جولة سريعة وقد إيه أنا مبسوطة بالتغيير والنظام الجديد اللي أنا عملته في الغرفة، حاسة كده يعني الغرفة شكلها حلو وكمان حاساه أجمل بكتير من الأول. طبعًا هو ده كان فيديو النهارده، وأتمنى يكون فيديو النهارده كده عجبكم وشجّعكم كده وحمّسكم، وإن شاء الله بإذن الله تستنوني بقى في يوم جديد وأحداث جديدة، واللي جاي كلّه، كلّه بإذن الله هيعجبكم، وطبعًا أشوفكم على خير، مع السلامة.